كلامنا النهاردة عن ماكينة غلق الأكياس اللي كلكم سألتوني عليها. جالي كومنتات كتير لما نزلتها في كذا فيديو، شفتوني وانا بقفل بيها الأكياس، بس السر كان لسه منزلش. وكذا سؤال جالي عليها، وازاي بستخدم فيها أكياس التلاجة. لا، ده انا بستخدم فيها أكياس التلاجة والله، أكياسها ركناها من أول ما جاتلي. ما بعملش بالاكياس بتاعتها خالص، لانها بصراحة لو هتخلص هجيب بدلها، هتبقى مكلفة بالنسبة لي. وبحط فيها كل حاجة في الفريزر، وبقفلها تقفيلتي السرية، وبدخلها في الفريزر، سواء شوربة، صلصة، فول، حتى مية عايزاها تتلج، بعملها بنفس الطريقة دي، بحيث ان انا ارص الاكياس في الفريزر رصة جميلة كده، والفريزر بتاعي ياخد اكبر قدر ممكن من الحاجة اللي انا عايزة احطها بقفلتها الجميلة دي. وشايفة المية مش ممكن تتسرب منها ابدا، طالما هنقفلها بالقفلة بتاعتها الصح يبقى هتطلع مظبوطة وزي الفل. وبعمل كده في الشوربة، في الصلصة، في اي حاجة تخطر على بالك بعملها بنفس الطريقة وبتطلع جميلة. وكمان الفريزر بتاعي ما بيبقاش زحمة وفي حاجات عشوائية كده، ولا حاجة تقع مني، ولا افضل ادور على اي حاجة خالص. بجد المكنة دي انقذتني بجد في حاجات كتير جدا كنت بعملها في الفريزر الاول اللي كنت بحط فيه الحاجة بطلعها تقع في وشي، اجي ادور على حاجة انا حطاها مثلا من 6 شهور ولا حاجة ما لقيهاش ابدا. لكن بالطريقة دي حافظت على الحاجة وحافظت كمان على الفريزر بتاعي. وكمان ممكن تحطي فيها خضار، اي حاجة انت عايزاها. انا طبعا زي ما انتوا عارفين عندي الفريزر بتاع التلاجة بس مش بستخدم الا هو، فعشان كده بحاول اخزن الحاجات المهمة بالنسبة لي، شوربة بقى، صلصة، ملوخية، ورق عنب مثلا، كل حاجة بعملها بنفس الطريقة. تعالي بقى نشوف المكنة دي او الآلة دي بستخدمها ازاي، وبعمل معاها ايه، وايه طريقتي السرية فيها. بس ما تنسيش قبل الكلام ده كله سبسكرايب للقناة وتفعيل الجرس علشان يوصلك كل جديد، واللايك والشير كومنت الجميل اللي بستناه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم دعاء زين. وان شاء الله النهاردة الريفيو بتاعنا عن الماكينة غلق الأكياس اللي هي المفروض فاكيوم. انا مش بستخدم الفاكيوم بتاعها خالص، لاني بصراحة الاكياس بتاعتها او البديل الاكياس بتاعتها غالية جدا. وبصراحة انا مش هينفع اجيب مثلا ادخل فيها شوربة واطلع اغسلها واستخدمها تاني، لا، انا بدخل فيها الحاجة بكيس تلاجة وبرميها على طول بعد ما استخدمها. الماكينة زي ما هي ظاهرة قدامكم اهي، دي مكان الفاكيوم، الزرار الاخضر دوت سيليكون، وهوريكي هو استخدامه ايه مع اكياس التلاجة كمان. ودي كل التعليمات بتاعتها وكل المواصفات، هي صناعة صيني طبعا، و100 واط، وده بالنسبة لي حاجة كويسة جدا، ما بتسحبش كهرباء تقريبا. وبستخدمها زي ما انا عايزة، ممكن اعمل مثلا 20-30 كيس في المرة الواحدة، وما بتسخنش مني ابدا، الحمد لله فضل الله ما شاء الله، ممتازة جدا، خامتها جميلة وتقيلة. انا شرياها تقريبا من يوم 7 اكتوبر 23، من يوم النكسة. ربنا يا رب يفرج على اهلنا وحبايبنا يا رب، ويفك كربهم ويبعت لهم الفرج من عنده ان شاء الله. المهم دي التعليمات بتاعتها، تعليمات بتقريها طبعا قبل ما تستخدميها، وهقولك عليها دلوقتي واحنا شغالين. مضمون الكلام اللي جواها ان انت لازم تتأكدي من انك قريتي التعليمات كويس قبل ما تشغليها. ما تمسكيش السلك بايدك وهي مبلولة. تستخدمي الكهرباء المناسبة ليها، اللي هي الكهرباء العادية بتاع بيوتنا هنا في مصر. دي الاكياس اللي انا كنت جايباها، وبصراحة زي ما هي بقفلتها بكل حاجة، والله ما استخدمت منها ولا كيس، لان طبعا انا هاخد الكيس كده هستخدمه، هشيل الفاكيوم اعمله فاكيوم مفيش اي مشكلة، بس لما اطلعه انا هرميه، فانا كده هبقى عملت لود او تكلفة زيادة على بيتي. وبصراحة الدنيا مش محتاجة اي تكلفة زيادة خالص. وكمان مش بخزن حاجة ليها ريحة قوية في الفريزر، ولا توم ولا بصل ولا الحاجات اللي هي بيبقى ريحة فقعة كده، بحيث ان احنا نحطها في كيس فاكيوم وما تطلعش الريحة. انا بستخدم اكياس التلاجة العادية اللي موجودة في كل بيت، واي مقاس بقى انت عايزاه انا بستخدمه باي بقى شكل، بكل في كيس خفيفة وكيس تقيلة، واي نوع عندك هتعرفي تستخدميه مع الآلة ديت.
وزي ما شرحت لكم في اول الفيديو ان انا بعمل فيها كل حاجة بجد والله، انجزتني ونظمت لي كده الفريزر، وبقت خلت شكله جميل ومبهج كده، الواحد يفتح يشوف اللي هو عايزه. وكمان مثلا لما بجيب الجبن الموتزاريلا او الميكس او الشيدر على حسب بقى ما انا بجيب الكيس وبقسمه كل كيس مثلا لو كيس كيلو او نص كيلو باخد اقسمه اكياس صغيره، كل كيس 100 جرام، وبعمله زي بالمكنه برضو وبدخله الفريزر واحطهم كده وبسحب. تكون كميه صغيره، ما احتاجش ان انا اطلع الكيس كله وافكه والحاجات دي كلها. تعالوا بقى نشوف هي شغاله ازاي. وطبعا الفيشه حطيناها زي اي فيشه عاديه عندنا خالص، ومش محتاجين ليها اي حاجه تانية. لو عايزه برضو تحطي حاجه في التلاجة ومحتاجه انك تحطيها متساويه وشكلها منظم، برضو ممكن تعملي كده زي ما انت عايزه. انا بديكي مثال من الطماطم دي، لكن انا طبعا مش بعمل كده في التلاجة. انا الطماطم بجيبها بحطها في الدرج بتاع التلاجة عادي، مفيش اي مشكله خالص. بتشتغل ازاي وهنعمل معاها ايه ده كله هتعرفيه دلوقتي زي ما احنا شغالين. انت بتحطي طبعا اي فاكهة، اي حاجة لو هتخزنيها في الفريزر يعني صحيحة. لو هتحطيها صحيحة كده طبعا مش مفرومة او متقطعة، او متقطعة طبعا هتعملي اي حاجة انت عايزاها فيها. والسوائل بقى من اول المية لغاية العصاير لغاية الفاكهة الصحيحة، كل حاجة بتعمليها بطريقة مختلفة بحيث انك تفضي منها الهواء بايدك مش بالفاكيوم. بتتني الكيس على بعضه مرتين كده اول ما تفضي الهواء على طول، وتحطيها وبتقفلي عليها. اول ما بتشغليها بتحطيها في الكهرباء، اللمبة بتبقى خضرة زي ما انت شايفة كده. بتقفلي الجنبين بتوع المكنة اللي معانا، وعلى طول بتشغلي الزرار بتاعها علشان يبدأ يقفل بالحرارة اللي احنا عايزينها. وطبعا طول ما هو بيقفل بالحرارة بتبقي ضغطة بايدك كده في نص الكيس بالظبط اللي انت حطاه، بحيث ان هو يعمل ضغط معاكي، علشان الكيس اللي جاي مع المكنة اتخن شوية سنة كده من الاكياس التلاجة، اتخن مش سنة، سنتين 3 كمان. فهي مصممة للاكياس دي، لكن انا لما جيت حطيت فيها اكياس التلاجة مع التجربة والاستعمال بقيت اعملها زي ما انت شايفة كده. وما شاء الله بتقفل كويس جدا جدا جدا، مش محتاجة اي تأكيد ولا اي حاجة عليها. النتيجة اللي بهرتني بقى وصدمتني بجد مع الحاجات السوائل، طبعا الحاجات النواشف دي مفيش اي مشكلة خالص. والاهم بقى انك لما بتحطيها في الفريزر ما بتعبيش هوا خالص. يعني انت لو قفلت كيس في الفريزر بايديكي كده قفلة عادية اللي هي العقدة العادية بتاعتنا دي، وحطيتيه في الفريزر بتلاقيه اخد هوا بعد كده ونفش كده معاكي وعبى هوا جامد. لكن مع القفلة اللي احنا بنقفلها دي ما بيتسربلوش اي هوا خالص، وبكده تأكدي ان الحاجة اللي انت حطاها هتفضل فريش لغاية ما تطلعيها وتستخدميها. وزي ما قلتلكوا التحدي الاكبر معايا كان في المية، وكان كمان في الشوربة، في السوائل عامة. لكن الفول والصلصة مفيش مشكلة، بيشدوا بسرعة ويجمدوا بسرعة، لكن المية والشوربة بياخدوا وقت شوية كده عقبال ما يجمدوا. فطبعا اول ما جبتها كنت اجي اقفلها الكيس يتقطع، اجي اقفلها. بس بقى لما وصلت للفكرة اللي انا بعملها دي، انك تفضي الهواء كويس من الحاجة الاول وتتني الكيس مرتين على بعضه زي ما شفتي في الفيديو كده. واهم حاجة بقى بالذات في اللي فيها سوائل بتخليها على حرف الرخامة، وتنزلي كمية السوائل تحت الرخامة كده، يبقى مدلدلة من الرخامة، ما تحطهاش على الرخامة عشان السوائل ما ترجعش للكيس. ولو الجزء من الكيس اللي فوق ده اتبل او جاله سوائل او مية مش هيشتغل او مش هيقفل بالحرارة. دي نصيحة عن تجارب، والحمد لله الحمد لله. الفيديو ده طبعا مش اعلان خالص، الماكينة صيني مجهولة الهوية زي ما انتوا عارفين كده. و... والحمد لله انتوا عارفين انا ما بعملش اعلانات خالص عن في القناة، وكل حاجة بتنزل عن تجارب. والحمد لله بفضل الله داخله في السنتين معايا اهي وزي الفل. والحمد لله بتنجزني وبتنقذني من اي مشكله في الفريزر، ولا كيس بقى يتقطع ولا كيس يدخله هوا ويفرقع معايا في الفريزر ولا اي حاجه. اهم حاجه كل خطوه في الفيديو دي مهمه والله، علشان تطلعي حاجه متفرغ منها الهوا كويس، مقفوله كويس،
بتحطي بقى ازاي في الفريزر، بتنيميه كده، يعني بتحطيه كده في الفريزر بالشكل دوت كده، كل كيس جنب بعضه مش فوق بعضه، واول ما يبدأ يجمد بترفعيهم فوق بعض عادي مفيش اي مشكلة. وطبعا بتتأكدي انك قفلتيه كويس بالطريقة اللي انا قفلتها بيها قدامك، بحيث ان انتي ما تتفاجئيش تحطي في الفريزر وتلاقيه اتقطع منك. لازم تتأكدي وتدوسي على المكان اللي فيه الكيس كويس وهي شغالة، بحيث ان اللحام يلحم كويس زي ما انت شايفة كده، وما يسربش اي حاجة منك خالص في الفريزر. وما تنسيش اللايك بتاعك. ادي الشوربة كمان محطوطة في الفريزر بقالها تقريبا اسبوعين 3، وما شاء الله شايفة سمكها عامل ازاي بعد ما اتجمدت. يعني تحطي 10 12 كيس فوق بعض كده مرتاح في الفريزر، ولا هيحصل اي حاجة خالص. ما شاء الله ما شاء الله. هاتيها وان شاء الله هتعجبك. وعن تجارب اهو، اي نوع من الاكياس هتستخدميها معاها. اكياس تلاجة، في اكياس تلاجة اتقل من كده كمان، لو حابة تعمليها في الطيور او اللحوم هتبقى ممتازة وجميلة وزي الفل. ما تنسيش دعوة جميلة ليا معاكي.